عمرك سألتي نفسك ليه أحيانا بتتصرفي بطريقة معينة وترجعي بعد كده تقولي هو أنا ليه اتصرفت بالشكل ده وما تبقيش فاهمة السبب، وبالرغم من كده بترجعي وتكرري نفس الطريقة تاني؟ السر هنا بيكون في نقص وعيك الذاتي. الوعي الذاتي هو أول مهارة من مهارات نموذج الذكاء العاطفي اللي بطبقه مع المتدربات عندي في الكورس للذكاء العاطفي. ولا يمكن نتعمق في أي مهارة تانية غير لما نعدي الأول على مهارة الوعي الذاتي. لأن ببساطة ما ينفعش أجي أطلب منك إن أنت تكوني متعاطفة مع غيرك وتتفهمي مشاعرهم، وأطلب منك إن أنت تعرفي تتعاملي مع المشكلات وضغوط الحياة بشكل عام وأنت أصلا فاقدة الاتصال مع نفسك ومشاعرك واحتياجاتك. فأول مهارة بنبتدي بيها هي الوعي الذاتي. وتعالي كده نلاحظ صفات الأشخاص اللي بيمتلكوا مهارة الوعي الذاتي بتكون إيه صفاتهم. أول حاجة هم ناس صادقين جدا مع نفسهم ومع الغير، عندهم وعي تام جدا اللي بيأثر عليهم وعلى مشاعرهم. كلماتهم كلها فيها احتواء وتقدير، قادرين يسمعوكي ويفهموكي ويتعاطفوا معاكي. على وعي تام جدا بأهدافهم وبقيمهم ومبادئهم. بيعترفوا بالغلط عادي جدا وبمحطات فشلهم وبيتعلموا منها. غياب الوعي الذاتي بقى هو اللي بيوصلك ان انت تتصرفي تصرفات انت مش عارفة بتتصرفيها ليه، وكمان بيخليكي تاخدي قرارات تندمي عليها بعدين. وطول الوقت حياتك كلها عبارة عن قرارات انت اصلا مش راضية عنها. زي مثلا، هو انا خرجت الخروجة ليه وراجعة متضايقة منها؟ هو انا ليه مع الناس دي؟ هو انا مش عارفة انا بحبهم ولا بكرههم؟ انا مش عارفة اشتريت الحاجات دي ليه وانا هستخدمها في ايه؟ كل حاجة انت مش عارفة ليها سبب، تأكدي ان ده بسبب غياب وعيك الذاتي. طيب تعالي بخطوات مبدئية كده نحاول نطور مهارة الوعي الذاتي عندنا، واللي ان شاء الله هتكون سبب ان انت تقدري تطوري بقية مهارات الذكاء العاطفي. اول حاجة، حاولي تتدربي على التدوين والكتابة. اكتبي افكارك ومشاعرك، اكتبي كل حاجة جواكي، اكتبي بأي لغة انت عاوزاها بدون تصحيح بقى وتدقيق إملائي. هتلاقي ان في حاجات كتير قوي جواكي طلعت. لستة المحفزات، دايما احتفظي دايما عندك بقائمة فيها الحاجات اللي بتحفزك وبتحسن من حالتك النفسية. دوري على نقاط قوتك، ومحدش يقولي ما عنديش نقاط قوة، عشان كلنا عندنا نقاط قوة، ولكن احنا اللي مش شايفينها. اي نقطة قوة، حتى لو كنتي بتطبخي حلو، تعملي كوباية شاي حلو، اصحابك بيقولوا عليك ان انت بتعرفي تسمعيهم، كل دي نقاط قوة عندك، ما تستهونيش بيها. ولو ما عرفتيش قوي يعني تعرفي وقدرتي توصلي لنقاط القوة عندك، حاولي تسألي المقربين منك، اسأليهم انتوا شايفين ايه نقاط القوة عندي. واخر حاجة، انتبهي للتغيرات الجسدية اللي بتحصل لك، لان اي مشاعر مؤلمة بتحصل لنا لازم بيكون ليها مردود واثر جسدي. زي مثلا ان حد رقبته بتوجعه، كتفه، قولون عصبي، فانتبهي للحاجات دي كويس قوي. خدي خطوة جدية من دلوقتي ان انت تسعي في تطوير مهارة وعيك الذاتي، اللي على اساسها هتعرفي تطوري باقي مهاراتك الشخصية. شاركوني في التعليقات ايه اكتر خطوة من اللي قلتهم حسيتوا ان انتوا ممكن تبتدوا بيها.